مسؤول متابع في قضايا تبديد المال العام، لكنه لا زال على رأس مجلس عمله. طنجة، مدينة الريح والبحر، حيث يتقاطع المال مع السياسة. وسط المشهد السياسي بطنجة يبرز اسم أثار الكثير من الجدل، رجل جمع بين السلطة والإعلام والملفات القضائية الثقيلة. اليوم، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية واحتدام الصراع التزكيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، برز اسم محمد الحميدي بقوة، خصوصا بعد احتدام الصراع حول التزكيات. في 23 دجنبر 2024 المحكمة نطقت بحكم في حق محمد الحميدي ابتدائيا، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بتهم ثقيلة. وخا هاد الحكم ما كيتعلقش بالمنصب الحالي للحميدي، إلا أن التهم الموجهة ليه كيعتبرها الكثيرون تهم خطيرة، حيث يتعلق الأمر بتبديد واختلاس أموال عمومية، تزوير واستغلال النفوذ. الحكم كان سنتين حبس، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 20,000 درهم. القضية بدات سنة 2011، الوقت اللي كان الحميدي كيرأس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية. عضو بالغرفة قدم شكاية ومعها وثائق كتأكد وجود تزوير في الوثائق الرسمية. المفتشية العامة للمالية دخلت على الخط وأحالت الملف على النيابة العامة، حتى وصلت القضية لغرفة جرائم الأموال بالرباط. ومنذ سنة 2020 والملف كيتنقل بين قاعات المحكمة حتى جاء الحكم أخيرا. ورغم المتابعة، الحميدي اكتسح انتخابات 2021 وتمكن أنه يحصل على منصب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة. الحميدي وإلى يومنا هذا لا زال يمارس مهامه على رأس مجلس العمالة، وكيحضر اللقاءات التي يعقدها المجلس، عملا بمبدأ المتهم بريء حتى تتم إدانته. ولكن كاين اللي كيقول باللي الغيابات ديال الحميدي عن جلسات المحاكمة كانت السبب وراء تأخر الملف القضائي من 2020 حتى 2024. واليوم دازت عام على الحكم الابتدائي وما كاين جديد على الاستئناف. الغريب في الأمر أن رئيس جامعة مارتين أمنيول تحكم ابتدائيا واستئنافيا، وتحكم بالنقض والتعزير، العكس اللي وقع مع صاحبنا الحميدي. هذا الأخير باقي كيحضر الاجتماعات، واحد من أكبر مجالس العمالات في المغرب، كيناقش الميزانية وكيتكلم باسم المجلس. نبعدو شوية على القضاء. في صيف 2025 تفجر صراع جديد بين الحميدي والعمدة منير الليموري، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في طنجة. والسبب، الحميدي وقع بيان تضامني مع المستشارة سلوى الدمناتي اللي كتنتمي لحزب آخر. القيادة المحلية في شخص الليموري عمدة طنجة شافت في هذا التصرف تحدي كبير ومباشر، الشيء اللي دفع الحميدي لتقديم استقالته من رئاسة فريق البام بمجلس الجماعة. الحميدي طبعا لا يستطيع العيش بدون عدو، فهو دائم المشاكسات، بحيث دخل في صدام جديد مع رئيس مقاطعة بني مكادة والبرلماني محمد الحمامي، اتهموا باستغلال السلطة واستخلاص أموال من مواطنين مبتوري الأطراف. مؤخرا لاحظنا كيفاش تفاعلت النيابة العامة مع تصريحات البرلماني ورئيس جامعة أي تورير التويزي حول طحن الورق مع الدقيق المدعم. ولكن هذا الموضوع ديال التصريحات ديال الحميدي مرت مرور الكرام وسط تساؤلات حول صدق هذه الاتهامات، واتهموا حتى بتغذية البناء العشوائي. هذه الكلمات هذه كلمات قوية خلات الرأي العام يتساءل، واش هذه المناوشات هي مجرد صراع سياسي محض ولا تصفية حسابات قبل الانتخابات؟ اليوم اسم محمد الحميدي نشيط جدا داخل المشهد السياسي، ولكن ماشي في الصعود وإنما في النزول، بين القضاء والسياسة والنفوذ، بين من يرى فيه رجل طموح ومن يرى فيه نموذج للفشل السياسي. الغالبية من المتابعين الشأن المحلي كيقولوا باللي هنالك ضعف كبير في التسيير والبرامج من طرف مجلس العمالة تحت قيادة الحميدي مقارنة بسلفه أبرشان. السؤال اللي كيبقى مطروح، متى ينتهي ملف الحميدي؟ واش ممكن الحميدي يفكر مستقبلا أنه يترشح مراد الشي كامل؟ ومع تزايد النقاش حول ضعف مجالس العمالات والأقاليم، كيتساءل المواطن الطنجاوي، واش ما حانش الوقت أننا نراجعوا هذه البنية وتنقل الصلاحيات لمجالس الجهات مباشرة، ولا يتم تفويضها لرؤساء مجالس الجماعات؟
لكي يتم القطع مع البيروقراطية والازدواجية اللي كتعطل مسارات التنمية. في طنجة المشهد السياسي كتغلب عليه الصراعات والتجاذبات، ما كايناش أسرار كدوم للأبد، وإنما الحقيقة تظهر دائما ولو بعد حين.